بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحباب الكرام، أهلا بكم في قناة سلام الإعلامية المباركة. منها أنا أحمد شريف برفقة البروفيسور إدريس محمد عثمان أرتعة في حلقات متواصلات، وله جزيل الشكر والتقدير والاحترام. نحن نتابع من قطع من حديث في المحاضرة العلمية التي كان عنوانها التدافع الثقافي واللغوي في المهجر، أستراليا أنموذجا، وقدمنا لكم منها الحلقة الأولى أو الجزء الأول. اليوم الدكتور إن شاء الله سيحدثنا في فرعية متصلة بهذا العنوان الرئيسي الكبير، ونبدأ بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. أشرف دوما أن أبدأ بهذه الآية وأختم بها من هذه القناة الحرة المباركة. دكتور البروف أرتع، أهلا بكم سيدي في قناتكم قناة سلام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحابته الكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أخي وصديقي وحبيبي الأستاذ الإعلامي والشاعر حبيبي والأديب الله. والكاتب والشيخ الذي يريد أن يسحب هذه الصفة، مع أنها حقيقة صفة أنا أعرفها وصفة أنا أعرفها تماما. أخي بارك عبد الله فيك يا شيخ. الحميد، نعم، تتلمذنا على يد الشيخ خليل عليه رحمة الله. اللهم اغفر له وارحمه. حقيقة أشكرك على هذا الجهد الطيب. هذا جزاك جهد الله مبارك، الله عز وجل يجعل فيه الخير والبركة. ويبارك فيكم وهذه سيدي. رسالة صراحة، يعني كل من وصلت إليه في تقديري كان يثني عليك ويشكرك على هذا الجهد الذي تبذله من أجل النهوض باللغة العربية. بارك الله فيهم جميعا. الإعلام يعني سلطة ليست سهلة، يعني سلطة كبيرة جدا، ولكن كيف نستفيد منه نحن؟ هذا الذي لم يدركه تقريبا أبنائنا بشكل جيد. يعني الإعلام الجانب الذي نتعامل معه ربما في الغالب ليست الجوانب التي نريدها نحن لمجتمعاتنا ولا لأبناء أمتنا ولا لأبنائنا حتى. نعم نعم. فكما ترى الإعلام وأنت أدرى بذلك، اليوم إن شاء الله سننطلق كما بدأت في المقدمة نحو التأصيل القرآني والنبوي لمسألة التدافع اللغوي والثقافي. جميل، تفضل. طبعا هذه القضية أنا كما وقفت في تعريف المصطلحات، قضية التدافع طبعا أدركها علماء الإسلام من منذ القدم. قبل أن نأتي للتأصيل القرآني والنبوي، دعني فقط أعرج على بعض الأقوال التي يعني استقيتها من بعض علماء الإسلام. مثلا الإمام الشافعي رحمه الله يقول بالنسبة للغة العربية، المكان السامي للغة العربية، وهذا الذي نريد أن نؤثر له في نفوس الناس، يعني في نفوسنا نحن، ثم ننقل هذه الرسالة كذلك للمجتمع. هذه اللغة ليست باللغة السهلة. الإمام الشافعي يقول رحمه الله: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتلو به كتاب الله. إذن هذا القول يدل على أن تعلم العربية ليس غاية قومية مجردة، وإنما هو وسيلة لفهم الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الخلق، وهذا مسؤولية كل مسلم عاقل واعي مدرك لمفاهيم الإسلام. فهذه الرسالة يعني أتمنى إن شاء الله أن تصل لإخواننا الذين طبعا يجيدون اللغة العربية ويدخلون في المنصات الإعلامية المختلفة. لابد أن يوصلوا هذه الرسالة بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة حتى لا يكون هناك تشويه لهذا الدين.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك في قضية اللغة العربية والإسلام، يقول اللغة العربية يقول من الدين، ومعرفتها يقول فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن هذه الكلمة التي يقولها ابن تيمية وغيره لا تعني أن العربية شرط في الإسلام، شرط في دخول الإسلام. قد يدخل الإسلام من ليس بعربي، ولكن الشرط الأساسي الذي تحدثنا عنه حتى في المحاضرة التي كنت معنا فيها، أن الشرط الأساسي أن يشهد بها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرأ بها كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يؤكد أن التمكن من اللغة العربية يعينه على فهم كتاب الله عز وجل، على فهم هذه النصوص التي أنزلها الله تبارك وتعالى بهذا اللسان الذي اختاره دون غيره من ألسنة البشر. إذن وكذلك كل ما كان الإنسان عارفا بلغة العرب كانت له صلة قوية بالمصادر الأصلية للإسلام. مصادر الإسلام هذه لا يتوصل إلى الإنسان ولا يفهمها ولا يعرفها إلا إذا كان يعرف أصلا اللغة العربية. الذي لا يعرف اللغة العربية لا يعرف لا أصول فقه ولا ما يعرف هذه القضايا، لا يعرفها، ما عنده بها علاقة. إذا كان من العوام فنحن نقول هذا لا بأس، هو من العوام أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا تكفيه وتدخله الجنة. أما إذا كان من المتعلمين والذين يشتغلون بهذا المجال، سواء كان إعلاميين أو كانوا أساتذة جامعات أو كانوا مدرسين حتى في المدارس أو كانوا أئمة مساجد، فهؤلاء يلزمهم أن يتعلموا من العربية ما يمكن أن يقدموا به شيء للإنسان المسلم أينما كانوا. أنا لا أقصد فقط في المكان الذي نحن به، ولكن أينما كانوا هذا من واجبهم الذي يجب أن يتعلموه، ثم يقدموا للإنسان المسلم ما يجب تقديمه. ولذلك الإمام الشافعي كذلك يقول في رسالته، في الرسالة. الإمام الشافعي طبعا علم من أعلام أصول الفقه، وهو يعتبر الذي أسس أصول الفقه الإسلامي. يقول في الرسالة كتابه الضخم هذا، يقول ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه علم اللغة العربية إنسان غير نبي. لسان العرب يقول لا يحيط به غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، عامة أمة المسلمين، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. ومن أجمل ما قيل في أثر اللغة في بناء الأمم ما ذكره عبد الملك بن مروان. يعني على سبيل المثال عبد الملك بن مروان يقول تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. ويقول ابن خلدون إن غلبة اللغة بغلبة أهلها، إذا كان أهل اللغة نفسهم تنازلوا عنها فاللغة أيضا سيبدأ بشكل أو بآخر يتنازل عنها مجموعة من الناس. إذن هذه عبارات موجزة تكشف عن العلاقات الوثيقة نعم. بين قوة الحضارة وقوة اللغة. قوة الحضارة تكمن في قوة اللغة، وهذا الذي نلمسه الآن، الذي نعيشه نحن، هذا العالم الذي نعيشه. غلبة اللغات هي التي غطت كثير من مساحات المجتمعات والدول حتى أصبحت هي التي تقدم على غيرها. إذن نحن لا نسعى مثلا إلى إحلال اللغة العربية مكان لغات أخرى، ولكن نقول يجب أن لا يتغافل أبناء المسلمين عن اللغة العربية، لأنها تعتبر لغة القرآن الكريم. طيب، أنا ألوج مباشرة إلى التأصيل القرآني لمفهوم التدافع. نعم، آه تفضل دكتور. نعم، نعم حبيبي. طيب، ليكن ذلك. التأصيل القرآني لمفهوم التدافع، طبعا هذا الموضوع مفهوم التدافع في التأصيل القرآني له منزلة بارزة في التصور القرآني لحركة الإنسان والمجتمع والتاريخ، وهو يكشف عن سنة إلهية كونية تضبط العلاقات بين قوى مختلفة، القوى والإرادات والمصالح المتباينة بين الشعوب. وقد وردت مادة الدفع في القرآن الكريم في سياقات متعددة وبألفاظ أيضا مختلفة، منها مثلا دفع السيئة بالحسنة، ودفع العدوان، ودفع الفساد، ودفع بعض الناس ببعض،
مما يدل على اتساع مفهوم التدافع نفسه، مفهوم واسع وتتنوع مجالات التدافع. ولكن بالرغم من ذلك أن القرآن الكريم لم يرد فيه التعبير الاصطلاحي المركب الذي ذكرته أنا لهذه الندوة أو لهذه الورقة، اللي هو التدافع اللغوي والثقافي. فإن أصول هذا المفهوم ودلالاته العامة يمكن استخلاصها من مجموعة من الآيات القرآنية التي تقرر سنن الاختلاف والتنوع والتعارف والتداول والتأثير المتبادل بين الجماعات البشرية المختلفة. طيب، ومن ثم فإن توظيف مفهوم التدافع في دراسة العلاقات بين اللغات والثقافات لا يعد تحميلا للنص القرآني ما لا يحتمل. أنا لا أريد أن أحمل النص القرآني شيء لا يحتمله، وإنما أحاول أن أستنبط من النص القرآني لهذا المفهوم الاجتماعي والحضاري من هذه السنة من السنة القرآنية الكونية، مع مراعاة الفارق بين الدلالات الأصلية للآيات وبين تطبيقاتها الاجتهادية المعاصرة. هذا يعني تطبيق اجتهادي معاصر، نعتبر هذا مفهوم التدافع. لو رجعنا إلى أن نؤصل له من القرآن الكريم نعتبره تطبيق اجتهادي معاصر. ربما نكون مخطئين وربما نكون مصيبين، ولكن نحاول أن نسدد ونقرر بين هذا وذاك. طيب، نعم. سؤال جوهري يعني أتمنى أن يعيه زملائي وإخواني الأساتذة: ما هي المبادئ التي ينطلق منها التصور القرآني بالنسبة للتدافع؟ هناك مبادئ أساسية في القرآن الكريم. حسب فهمي المتواضع، التصور القرآني للتدافع يقوم على عدد من المبادئ، وهي مبادئ متكاملة ليست كل واحدة منفصلة عن الأخرى. أولا، الاختلاف بين البشر، بين الشعوب، بين الثقافات، هذه سنة كونية إلهية، وقد أصل لهذه القضية القرآن الكريم. اثنين، التنوع الإنساني مقصود للتعارف لا للتنازع، وكذلك أصل القرآن لهذه القضية. ثالثا، إطلاق القوة من غير موازنة يؤدي إلى الفساد، وهذا الفساد الذي يدفع عنه القرآن الكريم، وهو الذي يوقفه عند حد معين. رابعا، تداول القوة بين الجماعات يمنع الفساد. وهنا نحن نريد ماذا نقول؟ نريد أن نقول كل ما كانت هناك عدالة اجتماعية، كل ما كانت الحياة قائمة بشكل جيد وبشكل متوازن، وهذا الذي يعزز منه القرآن الكريم. طيب، مقاومة الباطل في القرآن الكريم عندما أصلها القرآن الكريم لا تكون فقط بالذي يماثله، يعني ما يكون الدفع القوة بالقوة، لا، بالعكس، قد تكون كما يقول القرآن الدفع يكون السيئة بالحسنة، وهذا المفهوم ما موجود عند ثقافات أخرى. هذا مفهوم قرآني نؤثر له للتدافع اللغوي والثقافي، وكذلك الحجة بالحجة يردها، والجهل بالعلم، والانغلاق على الذات بالحوار، والانفتاح على الآخر. هذا نحن المنطلق الذي ننطلق منه في تصورنا القرآني والنبوي لقضية التدافع. دعني آتي على بعض النصوص القرآنية التي تعزز من هذه الأقوال التي ذكرتها. تفضل. الأصل الأول، التدافع مانع من الفساد في الأرض. هذا جوهر القضية. الله عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يا سلام. وهذه الصيغة ولولا تفيد ماذا؟ تفيد امتناع وقوع الفساد العام بسبب وجود الدفع، أي أن فساد الأرض الشامل ممتنع بوجود هذه السنة الإلهية، وليس التدافع في هذا السياق حادثة عارضة، لا 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 لا, لا. إنما هذا نظام من أنظمة حفظ الحياة الإنسانية، وهذا هو الذي يقوله القرآن الكريم. وعلى هذا الأساس يقوم التدافع في القرآن الكريم على ركائز 4 مهمة. الركيزة الأولى: وجود قوة وإرادات متباينة مختلفة تماما، وكذلك محاولة بعض هذه القوى الاستعلاء أو الفساد، ولذلك يأتي قضية الدفع، الرد. وكذلك قيام أخرى،
قوى أخرى بالمقاومة والممانعة، مثل ما تقومون أنتم من خلال هذه الوسيلة الإعلامية. تحاولوا أن تقاوموا وتحاولوا أن توقفوا وتصدوا هذه الأبواب التي فيها خلل، التي فيها كثير من المساحات التي ترك الناس هذه الفراغات ولم يسدوها. فجئتم أنتم جزاكم الله خير من خلال هذه القنوات وتحاولوا أن تسدوا هذه الفراغات وتمنعوا هذا الفساد الذي يصيب عقلية المجتمع المسلم أينما كان الإنسان المسلم. طيب، تحقيق مصلحة عامة تتمثل في منع الفساد وحفظ التوازن، وهذا التدافع طبعا لا يقتصر في مجال واحد كما ذكر المفسرون. الذي يقرأ هذه الآية طبعا عندما تقرأها في التفاسير ستجد لها معاني أخرى، وأنا لا أقول لا المعاني الأخرى التي وردت في التفاسير ليست صحيحة، هي صحيحة، وكان لا وكل معاني القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان. القرآن الكريم ينفع لنا كما كان صالحا للمجتمع الأول، الصدر الأول، ثم المجتمعات التي جاءت بعد ذلك، حتى نحن وفي أستراليا وفي هذا المكان القرآن الكريم صالح لنا كذلك نحن، ونحتاج إليه دائما، ومن خلاله ننطلق نحو مسألة قوة إصلاحية وعلمية وثقافية تقاوم أسباب الفساد والانحراف، ومن خلاله نحفظ للأمة توازنها الفكري والقيمي. وفي مجال اللغة بالذات يمكن أن يستأنس بهذه السنة في فهم ضرورة ووجود مؤسسات مثلا وأسر ومدارس تحمي اللغة العربية، الثقافة من التلاشي ومن من الضياع. لأن اللغة يعني لا نقصد بلغتنا العربية محاربة لغات أخرى، وإنما نمنع الاختلال الذي يحصل أو الذي وقع في كثير من أبنائنا في مجتمعاتنا التي هي في المهجر. إذن النقطة الثانية التدافع نفسه في القرآن الكريم عندما ذكر المولى عز وجل التدافع هو وارد أصلا لمسألة حفظ دور العبادة والحريات الدينية. هذا أصل عندنا نحن في القرآن الكريم من خلال التدافع. لذلك المولى عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هنا لو تلاحظ معي في هذا النص القرآني في هذه الآية الرائعة، هذه الآية تكشف أشياء كثيرة جدا. في هذه الآية نجد بعد آخر من أبعاد التدافع، وهو دور حماية الحرية الدينية وصيانة دور العبادة من الهدم. فالآية لا تذكر المساجد فحسب باعتبار هذا القرآن خاص بالمسلمين، إنما قدمت، حتى أنت لو تتابع الآية، قدمت دور العبادات الأخرى، وهذا يدل على الحرية الدينية. هذا الإسلام غني. نعم، الآية قدمت الحريات الدينية، صيانة دور العبادة من الهدم. فالآية لم تذكر المساجد دور عبادة المسلمين، ولكن قدمت عليها غيرها للدلالة على الحرية. هذا هو المعنى، هذا معنى بالغ الأهمية عند تطبيقه على الواقع اللغوي والثقافي في المهجر. لأن المحافظة، نحن عندما نقول حافظوا على لغتكم العربية لا نعني بأننا نترك اللغات الأخرى ولا نتعلمها، لا، اللغات الأخرى لها أولوية لأنها ضرورة حياتية كما ذكرنا في المحاضرة الماضية. نعم. ولكن لا نهجر اللغة العربية لأن هذه ضرورة دينية لا بد من معرفتها، ولا بد بالقدر الذي نستطيع. لا نريد أن نقول للناس رغم عن أنوفكم تتعلموا العربية وتكونوا فيها يعني مثل كثير من العلماء. طيب، إذن لا ينبغي أن تعرض اللغة العربية بوصفها رفضا للغة المجتمع، لا، أو تحديا لوحدته، وإنما بوصفها ممارسة لحق ثقافي يسهم في إثراء المجتمع المتعدد الثقافات، ما دام ذلك يتم في إطار القانون والمواطنة والتعاون العام، وهذا يعد إثراء للثقافة في المجتمع الذي أنت تعيش فيه. إذا كنت تقدم ثقافتك وأنت في مجتمع آخر تختلف عنه من الناحية الثقافية فأنت أثريت المجتمع. أما إذا تنازلت تماما وما قدمت شيء وأصبحت جزء من هذا المجتمع، أنت ربما تقدم في بعض الجوانب
ولكن لم تكن أسهمت بالقدر الذي يريده منك المجتمع نفسه. وحقيقة كان في المحاضرة واحد من الأخوة الدكتور هيثم أظن أثار موضوع جميل جدا ورائع. قال يعني زارونا زارت، قال إحدى وزيرة التربية والتعليم زارت إحدى المراكز الإسلامية أو المراكز تسمى تدرس العلوم العربية الإسلامية. قالت فما وجدت عندهم شيء له علاقة بالثقافة والتراث الإسلامي وكذا، في حين أنها زارت المركز اليهودي فوجدت الآن عندهم إيش اسمه الجرائد حاضرة الآن لليوم، هي جاء من إسرائيل مباشرة موجودة عندهم. فقالت لهم هؤلاء نحطهم في رؤوسنا لأنهم يهتموا بالثقافة، يقدموا هذا الذي عندهم، أنتم ما عندكم شيء. نعم، سبحان الله. كأنه ما عندكم شيء يعني. وحقيقة هذه لفتت نظري صراحة. هذه يعني لفتة، لأنه ماذا يريدون هم عندما يقول لك أنت مركز إسلامي كبير نحن نقدم لك، قدم ثقافة، هات ماذا عندك أنت من الثقافة، ما الذي تملكه أنت، ماذا تريد أن تقدم لهذا المجتمع الكبير. كيف يكون مجتمع نفسه يعني في حالة اطمئنان وراحة عقلية وراحة نفسية وراحة لغوية؟ كيف؟ من خلال ثقافته، من خلال الوعي. أما إذا كان تريد فقط مجتمع خشبي يتحرك يأكل ويشرب لا أريد أن نقول هذاك الآخر، ولكن إذا تركناه سيكون هكذا. نعم. إذا الاختلاف الإنساني هو أصل من أصول التدافع، وهذا الذي أصل له القرآن الكريم، الاختلاف الإنساني. ولا يمكن الحديث عن التدافع اللغوي من غير الحديث عن الاختلاف، لأن التدافع ينشأ في الأصل من التعدد، تعدد الإرادات، تعدد التطورات، المصالح، اللغات الكثيرة والثقافات. وهذا ما قرره القرآن الكريم، أن الاختلاف واقع بمشيئة إلهية كونية. الاختلاف، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن هذه سنة كونية. هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الله قادر أن يجعل الناس على حالة واحدة، لكنه جرت سنته بوجود الاختلاف بينهم، وليس كل الاختلاف مقبول طبعا شرعا، لا شك في ذلك من حيث مضمونه ونتائجه، إلا أن وجود التعدد في الطبائع والعقول والمدارك واللغات والشرائع هذا واقع لا يمكن أن ينكره الإنسان. ولذلك المولى عز وجل إذا يقول في آية أخرى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن الله عز وجل أولا يوجه هذه العقول نحو أشياء كبرى جدا، السماوات الأرض، هذه طبعا أشياء كبيرة جدا، ونحن ما بينهما، ولكن نحن ماذا؟ نحن كبشر كآدمين اختلاف الألسنة هذه آيات دالة على الخالق القادر، مع أن البشرية هي من أصل آدم عليه السلام، إلا أن المولى عز وجل خلق لها هذه الألسن التي تتحدث بها وجعلها آيات دالة على وحدانية الله عز وجل. نعم. وقد جعلت الآية اختلاف الألسن والألوان من آيات الله. فالتنوع اللغوي ليس خللا. الذين يظنون أنه إذا تشبث باللغة العربية سيفقد وتنتهي وظائفه وتنتهي دنياه كلها، لا، هذا ليس صحيح. فالتنوع اللغوي ليس خللا في الخلق ينبغي إزالته، لا، بل علامة على قدرة الخالق وحكمته، ويشمل اختلاف الألسن اختلاف اللغات، هذا بشكل طبيعي. ولذلك لابد من الاهتمام بهذه القضية، أن الاختلاف لا يمنع من وجود مساحات لهذه اللغة. رابعا، من الاختلاف القرآن الكريم ينقلنا من مرحلة الاختلاف إلى مرحلة التعارف، وهنا تأتي قضية تقديم كل واحد بضاعته. لم يكتفي القرآن بتقرير التنوع في الثقافات في اللغات، بل بين الغاية الاجتماعية من هذا والغاية الأخلاقية من هذا. فالله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتعارف. طيب،
هذا واحد. ثم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، شيء آخر. إن الله عليم خبير، شيء آخر. إذا تؤسس هذه الآية لرؤية إنسانية تقوم على 3 مبادئ أساسية. المبدأ الأول وحدة الأصل الإنساني، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا الوحدة الأصل الإنساني. 2 مشروعية التنوع الاجتماعي والثقافي واللغوي تدخل فيه، والحضاري المكاني والزماني. هذه قضايا كبرى في القرآن الكريم أصل لها وأعطانا أصول كبيرة. نحن ندرس هذه القضايا ثم نستنبط منها بالقدر الذي نستطيع، ولا نستطيع أن نغوص في ذلك أكثر من الذي لأننا محدودي المفاهيم أيضا بالنسبة للقرآن الكريم، وقد قال العلماء الكثير في ذلك. كذلك توجيه هذا التنوع نحو التعارف، هذا القرآن يوجهنا نحو التعارف. هذا هو الأصل التأثير القرآني. وإذا كانت غاية التنوع هي التعارف كما ذكرنا في هذه الآية، فإن التدافع الإيجابي لا يقصد به طمس الفروق، بل يقصد به إدارة العلاقات بينها بحيث يتحول الاختلاف إلى مصدر للتعاون والتكامل. ويصدق ذلك على اللغات كلها، لأن معرفة لغة أخرى بالنسبة لنا نحن نتحدث عنها نحن، معرفة لغة أخرى تمكننا من التواصل مع الآخر، والآخر يجب أن نتعلم لغته ونوصل إليه هذا النص الديني الذي نقول نحن أننا فهمناه. إذا لم نكن واعين بلغة الآخر، كيف سنصل للآخر أصلا؟ وكيف سنصل إليه هذه الرسالة التي أمر الله تبارك وتعالى وكلف بها العلماء؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحد وافر. طيب. كذلك احتفاظ الإنسان بلغته الأم يمكنه من أن يقدم للآخر تراثه ورؤيته الخاصة. أما من يفقد لغته الأصلية تماما يتخلص من اللغة العربية، يقول الحمد لله نحن وصلنا إلى أستراليا، وكما يقول كثير من الناس فكنا خلاص من هذه الصفحة أنا قضيت عليها، فهذا الكلام يعد خطير جدا على الذي يأتي. إذا كان أنا والسيد أحمد شريف إدريس، هذا الأديب الذي ما زال أديبا، يعني لو تحولنا نحن وقلنا والله أصبحنا نحن خلاص إنجليز وإيش المتاعب اللي كنا عانينا منها، نحن الآن في مجتمع حريات ومجتمع يتحدث لغة هي لغة الحضارة السائدة، وهي اللغة التي دفعت كثير من اللغات. ولذلك دكتور استسمحك، نحن في هذه القناة المباركة نعم نبدأ البرنامج بآية من الذكر الحكيم كما تعلم، وأختم بالآية ثم بيت شعر للعلامة الفقيه الطيب السراج، نعم أشعر شعراء القرن العشرين، عندما قال في قصيدته في التجديد، نعم قال: الحي حي من حياة لسانه لا شك في لغته، ذلك. كما تذكر كما تقول دكتور. نعم نعم. ويقول: فإذا أبيد من اللسان أبيد. سلام كما يقول نعم. الإمام الشافعي: سلام على ولذلك الدنيا إذا لم يكن خلاص بها. انت الحي حي من حياة لساني. لا وفعلا شك في ذلك. الخواجات ديل لما يقولوا لك ايش لغتك الاولى، لما تقول لهم نعم اللغة العربية لغتي الاولى، تحديدا العربية، يقولون لك انت غني بينما انا فقير. هو يقول هكذا نعم نعم. لانك انت بعلمك للغة العربية انت غني في لغتك. هو يعلم صح. ان لغته دي 600 الف كلمة فقط، وانت اشرت الى ذلك، بينما هنا 120 مليون كلمة مفردة في اللغة العربية. أما إذا قلت له أعرف تجريت والتجرينيا وشوية أمهريك وكده، يقول لك أنت ملياردير يعني. صحيح. فنحن لابد أن نخرج من عقدة اللغات. والله كل من يتحدث العربية فهو أغنى وأشرف وفي غنى عن أي لغة، لكن هذا لا يمنع من تعلم اللغات. أما نعم يعني دعونا نعتز بهذه اللغة. تفضل نعم. دكتور، أنا آسف على المقاطعة، لا لكن لا لا، هذه أحببت أن أؤكد على ذلك. مداخلة لابد منها أستاذ أحمد، لابد من هذه المداخلة طيبة جدا، وهي لفتة كريمة. يعني الاعتزاز بهذه اللغة مطلوب. نعم.
الاعتزاز بها لقضايا كثيرة. نحن طبعا في أثناء التدريس واجهتنا صعاب. نحن في البداية عندما جينا دخلنا في مثلا جامعة ماكيريلي كنا نقول للناس اللغة العربية لغة الدين ولا بد الناس أن يتعلموا هكذا. فتعرف هذا الدافع فقط لوحده ما كان مقنعا لكثير من الطلاب لأسباب كثيرة. أولا معرفته بالدين نفسها محدودة. هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم الحمد لله وموجود في دائرة الإسلام. لا تستطيع أن تخرجه لأنه لا يعرف اللغة العربية من الإسلام ما دام هو يشهد أن لا إله إلا الله وأنه يصلي ويصوم. نعم. لكن هو محدودية الثقافة اللغوية عنده هذا الذي يجعله أنه هذا لا يقنعه أصلا كونك تقول له لغة القرآن واللغة العربية. فلذلك لجأنا إلى وسيلة أخرى. كنا نقول تعلموا اللغة العربية علكم تجدون بها وظيفة ما. نعم. في مؤسسة ما تذهبون إلى الأوطان العربية فتشتغلون مثلا في مؤسسات عربية تشتغلون في السفارات العربية تعملون مع المجتمعات العربية وأنتم عندكم لغتين عندكم اللغة الإنجليزية واللغة العربية ستكون لكم الأولوية وتقدمون على غيركم. فهذا الباب كان نوعا ما أقوى من الباب الأول. الباب الأول هذا لنا نحن أنا وأنت ومن هو في شاكلتنا. هذا هو الذي يمكن تقول العربية لغة القرآن الكريم. وهذا الجانب عزيز عندنا قوي ويزداد قوة كل ما قرأنا وكل ما طالعنا. الحمد لله. أما نعم. بالنسبة للإنسان البسيط هذا أحيانا هذه المسألة شوية صعبة عليه فهو يأخذ يعني شيء ما والباقي يترك لك الأمر. طيب هذه كانت مداخلتك جيدة بارك الله فيك جزاك الله خير أستاذ أحمد. النقطة الخامسة التأثير القرآني في قضية التدافع جاء في مسألة دفع السيئة بالحسنة. هذا نموذج في التدافع أنا أسميه النموذج القيم الأخلاقي. نموذج قيمي أخلاقي والإسلام كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تخيل معي أستاذ أحمد يعني والمشاهدين الكرام يسمعون هذا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تقدرون بين أعلى قيمة في الإسلام وأدنى قيمة صغيرة شوكة فقط شوكة يزيلها الإنسان من طريق الإنسان الآخر أو من طريقه هو أو من أذية آخر أو من أذية طفل تعد قيمة في الإسلام قيمة من قيم الإسلام. هذا دين هذا سهل ما بين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إزالة هذه القيمة هناك منظومة كبيرة من القيم مجموعة ضخمة من القيم. إن شاء الله سنتحدث في يوم من الأيام عن القيم الكبرى للإسلام إن شاء الله ونقدم إن شاء الله هذه فيها تفاصيل أخرى. ولكن بين أعلى قيمة وأدنى قيمة حتى يلمس الإنسان واللغة تقع أيضا في دائرة هذه القيم. في مجموعة القيم موجودة اللغة العربية تعتبر قيمة أساسية للوعي للفهم لمعرفة هذا الدين. إذن قيمة دفع السيئة بالحسنة هذا ما موجود أظن إلا في الإسلام لأنه لا ينحصر التدافع في مواجهة القوة بالقوة. لا ما في القرآن الكريم أرشدنا إلى نمط آخر وهو أعلى من مسألة الدفع السيئة بالسيئة وهو يقوم على تحويل الخصومة إلى صلة. فالله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. هذا ما موجود يا سيدي أستاذ أحمد ما موجود أظن في أي منظومة ثقافية لو جمعت ملايين الموسوعات الفكرية والعلمية وغيرها لا تجد فيها هذا المستوى القيم الأخلاقي إلا الذي عندنا في هذا النص القرآني. والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذن ينتقل التدافع من المجال المادي
التدافع المادي الذي نعرفه إلى المجال الأخلاقي القيمي. إذا تدفع الإساءة بالإحسان، والجهالة بالحلم، والقطيعة بالصلة، والخصومة بالكلمة الطيبة. وهذا النوع من الدفع لا يستهدف هزيمة الإنسان المخالف، بل يستهدف هزيمة العداوة نفسها وتحويل العلاقة إلى مودة. هذه العداوة يحولها الإسلام إلى مودة. ولنا نماذج كثيرة في سير الصحابة والتابعين، وكم من الناس اعتنقوا هذا الدين لأنهم رأوا فيه حقيقة هذا الدين. أنت تذكر مثلا قضية الإمام علي واليهود الذي أخذ درع الإمام علي، ثم عندما ذهب يتقاضيان، ذهب إلى القاضي شريح، فعندما جلس أمامه فيقول أبا الحسن، الإمام علي يقول لا، وهو أمير المؤمنين في ذلك الوقت، يقول لا، علي بن أبي طالب ليس أمير المؤمنين. الله أكبر. أين يوجد هذا النموذج الآن في هذا الكون؟ ما فيش. أمير علي بن أبي طالب. ثم عندما يشهد له ابنه، من يشهد لك يا علي؟ يشهد لي ابني. يقول لا. القاضي يقول لا لا لا، شهادة الابن ما مقبولة للأب. سبحان الله. ما الذي يحصل؟ طيب ماذا عندك شيء آخر؟ ما عندي شيء آخر. قال هذا فقط الذي عندي. الإمام علي هذا الذي عنده. واليهودي ماذا عنده؟ قال الدرع معي وهو لي. قال خلاص، حكم له هو لك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الدين حق. قيم. نعم. هذه القيم التي نريد أن لا نريد عداوة مع الناس، نحن بالعكس، نحن نريد الناس أن يعرفوا هذا الدين ماذا يحمل في طياته. أبدا نقول لنا هذا الدين فيه أشياء كثيرة، هو دين للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام للعالمين، صلى الله عليه وسلم. العالمين لا يعني العرب، ولا يعني العجم، ولا يعني الجن، ولا يعني الإنس فقط، إنما الإنس والجن، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، كل البشرية أينما كانت. إذن يظهر أن التدافع القرآني متعدد الوسائل، فقد يكون دفعا بالقوة عند وقوع العدوان، هذا شيء آخر، وقد يكون دفعا بالحجة والبيان، وقد يكون دفعا أخلاقيا يقوم على الصبر والإحسان، وهذا الذي نبتغيه وهذا الذي نبحث عنه. وفي المجال الثقافي واللغوي يكون بدفع التصورات السلبية عن اللغة العربية وعن المسلمين، وكذلك بالتواصل الراشد والإنتاج العلمي الذي يجب أن نقدمه للناس، التعليم الجيد كذلك، وهذا الذي نسعى إليه. والمشاركة، يا جماعة المجتمع، نحن ماذا نقصد؟ نريد عندما نقول تعالوا تجمعوا نسمعكم عن اللغة العربية، نحن لدينا هدف، نريدكم لا تكونوا منغلقين، لا تتركوا لغتكم، تعلموا من لغتكم شيئا. هذا الذي نقصده، وهذا الذي ندفع نحوه، لا بالانغلاق أو الخطاب العدائي أو الكراهية الآخر كما هو في الهيمنة الموجودة في كثير من الثقافات. إذن الضعف غير مطلوب، ولكن الدفع القيمي هذا هو الأساس، وهذا هو الجوهر، وهذا هو المطلوب في هذا العصر الذي نعيشه في هذه البلاد الطيبة التي نعيش فيها. كذلك هناك أصل آخر أثر له القرآن الكريم، وهو التدافع بالحجة والبيان. والقرآن هنا صور صور أخرى في التدافع، مثلا تمثل في مسألة المجادلة بالحسنى. قال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه قواعد، لكن هذه القواعد ما مفهومة عند كثير من الناس للأسف الشديد. يعني كثير من الناس يقول لك أنا أعمل بالآية وأعمل بالموعظة والحكمة، ويفسر الحكمة أو الموعظة الحسنة على قميصه، وهذا طبعا لا يصح. هناك قواعد أصل لها العلماء يجب أن نتبعها في مسألة هذا النموذج الذي ذكرته في سيدنا علي، يعد أرقى النماذج في مسألة أن يأخذ حقه بالتي هي أحسن، بأن يتنازل أخيرا، يقول خلاص ما عندي أنا، ماذا أفعل، ما عندي. ولذلك المولى عز وجل يقول حتى في المخالفين لنا دينا عقيدة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هذا موضوعهم عند الله عز وجل. فالقرآن لا يلغي الاختلاف العقدي والفكري، لكنه يضع له أخلاقا وضوابط معينة. والمجادلة نوع من التدافع،
بين الحجج والأفكار الكثيرة المتعددة المختلفة هنا وهناك، غير أنها مأمورة بأن تكون بالتي هي أحسن، أي بأحسن خطاب وأوضح دليل وأعدل موقف. لابد أن تقدم العدالة التي عندك، لابد أن تقدم. نحن لا أريد أن نستصحب معي الأشياء التي عندي، ولكن عندما نقدم العدالة الإسلامية يجب أن نقدمها بشكل واضح. نحن عندنا النص، القرآن الكريم أصوله موجودة، قضاياه الجوهرية الكبرى موجودة، ولكن الخلل موجود فينا وليس في القرآن الكريم. فإذا رأينا مسلم مثلا مخالف لقواعد الإسلام فالعيب فيه وليس في النص القرآني ولا في النص النبوي ولا في الزمن الذي نعيشه. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. نعم. إذا لا نعلق نحن شماعاتنا في الأشياء الأخرى. يستفاد من هذا التدافع الذي ذكرته بالحجة والبيان أن التدافع الفكري لا يبرر التشويه أو السخرية أو التعصب، بل ينبغي أن يقوم على العلم والعدل والاحترام. وهذه قاعدة مهمة في الإسلام في إدارة التنوع الثقافي داخل مجتمعات المهجر، لأن حماية الهوية لا تتحقق بإثارة العداوة مع المجتمع، وإنما بتقديم الذات تقديما علميا وأخلاقيا والانقراض في الحوار مع الآخر من موقع ثقة وإيجابية. هذا الذي تقدمون أنتم، تقدمون الآن بكل ثقة وبكل اعتزاز، تقولون اللغة العربية نحن نعتز بها ونقدمها للآخر هكذا، ونريدكم أن تعلموا ماذا عندنا نحن من العربية، ما هي الدوافعنا التي تجعلنا نتشبث بالعربية. نقول لغة حضارة، لغة تاريخ، لغة إنسان، لغة دين. إذن هذه اللغة نحن نقدمها هكذا. وتعليم العربية في المهجر ينبغي أن لا يبنى على التصورات، مثلا على تصور أن الإنجليزية هي خطر محض علينا، والإنجليزية وسيلة وكذا معادية للعربية. هذا التصور خاطئ تماما. لا توجد لغة في هذا الكون معادية للقرآن الكريم ولا للعربية. كل اللغات القرآن أقرها وذكرها على أساس أنها لغة إنسانية، وأنها تدل على المولى عز وجل، على إدارة المولى عز وجل هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل، هو الذي عدد في هذه الألسن. إذن الألسن وجودها مهم جدا، ولكن تفاعلها أيضا مهم. فنحن نتفاعل مع كل اللغات، ونتمنى أن يكون عندنا مركز من المراكز التي تجمع مجموعة كبيرة جدا من اللغات والثقافات. وليتني أجد مثلا من الإريتريين هناك مركز ضخم يجمع لأبناء إريتريا الآن في الشتات. في أوروبا عندنا كم من الناس يتحدثون لغات مختلفة. ليتهم يوظفون هذه اللغات توظيف سليم مع معرفتهم باللغة العربية. يا الله، الدول الأوروبية هذه عندنا فيها تقريبا ما في دولة ما فيها إريتريين، لا توجد على الإطلاق، وكلهم يتحدثون لغات القوم. يا أستاذ أحمد، تعرف نحن في أريتريا نحن ناس أغنياء جدا. نعم. تصور معي، هل تصورت معي هذا الموقف أستاذ أحمد؟ نعم والله نعم. تخيل ما أنت في يوم من الأيام رجع هؤلاء الناس الموجودين في كل الدول الأوروبية، كل واحد جاءك بملف ضخم هكذا يقول لك أنا أجيد اللغة السويدية، أنا أجيد الفرنسية، أنا أجيد البرتقالية، أنا أجيد الأسبانية، أنا أجيد. بسم الله ما شاء الله. وأمشي لأمريكا وآسيا، هناك الصين واليابان عندنا كمان. عندنا في كل بلد. وعندنا العبري برضه في ناس. نعم موجودة. أنا رأيت إخوة جاءوا من إسرائيل ويتحدثون العبرية. صحيح. نعم عندنا طبعا الحساسية القديمة هذه إنه إما تكون مثل دعك من هذا ولكن يعني التعدد. أنا الآن أرى هذا الثراء بين يدي يا أستاذ أحمد، ثراء غير عادي. الإريتريون أغنياء، نحن أغنياء بلغات وثقافات عجيبة جدا. ومعانا اللغة الأم اللغة العربية، هذا الوعاء الكوني الكبير يعني. الله أكبر. نعم، هذا الوعاء الكوني الكبير، ليتهم يعني يكون عندهم منه شيء ويتشبث به ويمسك عليه قوي.
مع إتقان اللغات الأخرى، نعم. من ثم ينطلق إن شاء الله نحو الأمام. ربما نحن والإخوة الصوماليون من أغنى الشعوب موجودة في منطقة إفريقيا، نعم. لأننا أكثر الناس انتشارا في العالم الآخر. طيب، إذا تعليم العربية في المهجر ينبغي أن لا يبنى على تصوير الإنجليزية على أنها خطر محض. هي نعم نعم. نعم، فالإنجليزية وسيلة ضرورية للتعليم والعمل والتواصل طبعا، والمطلوب هو بناء علاقة تكامل وظيفي بين اللغتين، بحيث تؤدي كل واحدة منهما وظائفها من غير أن تلقي الأخرى. نحن لا نريد أن نلقي أي لغة من اللغات. إذن هذا هو المقصود من قضية التعدد الثقافي واللغوي. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى اللي هي التدافع بين الحق والباطل، أمر محتوم، هذا موجود إلى أن تقوم الساعة، والقرآن الكريم قرر ذلك، أن الحق والباطل بينهما تدافع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل نقذف الحق على الباطل فيسبقه إذا هو زاهق. إذا يقول هو مولى ذاك عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان كان زهوقا. زهوقا. نعم. وآيات كثيرة تتحدث عن هذا. تدل الآيات على أن بقاء الأفكار والقيم لا يعتمد على مجرد شيوعها. مثلا كثير من القيم شاعت وانتشرت، ولكن هل هي بقت إلى يومنا هذا؟ لو رجعنا فقط إلى الفلسفة اليونانية أين ذهبت؟ أدراج الرياح، مهب الريح، لا وجود لها أصلا إلا البقايا، والبقايا أيضا ربما حتى انتقلت إلى الغرب عن طريق الحضارة الإسلامية التي ترجمت الفلسفة، ولكنها طعمتها بما يسمى بروح الإسلام. نعم. فلاسفة الإسلام كالغزالي والفارابي والكندي وغيرهم عندما ترجموا هذه الفلسفات غذوها بجانب آخر هو جانب الروحي. إذن ولولا وجود الفلسفة الإسلامية ربما لما كان أيضا للفلسفات الأخرى وجود. إذن الإسلام فانتهت. ولكن الذي يبقى ما هو؟ ليس قضية الكثرة. اليوم قد تجد كثير من اللغات منتشرة في العالم هنا وهناك، ولكنها هذه انتشرت لعوامل كبرى، على رأس هذه العوامل العامل الاقتصادي بالدرجة الأولى، وهو عامل مهم. هذا العامل الاقتصادي أدى بمسألة انتشار واسع لكثير من اللغات في العالم، ولذلك تحتاج اللغة كذلك من يدعمها، من يقف معها، من يقف مع هذه اللغة يحتاج إلى من يقف معها، تحتاج إلى من ينشرها. العالم العربي فيه الخير الكثير الحمد لله، يقدمون هنا وهناك، ولكن لا تزال الأمور في دائرة طيب. فيها شيء نعم من الضغط. دكتور، مع الشكر الجزيل، أمامنا تقريبا 10 دقائق، يا لطيف. وأرجو أنه التأصيل القرآني لمفهوم التدافع إن شاء الله نكون قربنا نكمل هذا الفرع. طيب، أنا سأحاول بقدر الإمكان ألخص هذا التأثير القرآني في نقاط موجزة حتى لا نعم. أطيل عليكم، وكذلك البرنامج محدود من حيث الزمن. فننتقل إلى مثلا ضوابط توظيف المفهوم القرآني في الدراسات اللغوية. جميل. ما هي الضوابط؟ أولا، التمييز بين التفسير والتطبيق. عندما نقول عند توظيف سنة التدافع في تفسير الظواهر اللغوية والثقافية، لابد من مراعاة جمل من القواعد والضوابط العلمية. واحد، التمييز بين التفسير والتطبيق. إذن المعنى المباشر للآيتين اللتين ذكرتهما في سورة البقرة وسورة الحج يتعلق بدفع العدوان طبعا في الآية، نعم. والفساد، وحماية الدين، وحماية دور العباد. أما التطبيق المفهوم على العلاقات اللغوية والثقافية فهو استنباط حضاري واجتهادي، وليس تفسيرا حصريا للآيتين. أنا لم أقل هذا هو التفسير الحصري لهاتين الآيتين ويجب عليكم أن تفهموا هاتين الآيتين بهذا التصور الذي أنا طرحته. هذا واحد. اثنين، عدم تحويل العلاقة بين اللغات إلى خصومة مطلقة. جميل. نحن يجب أن نقول لا يجوز أن يفهم التدافع اللغوي على أنه دعوة إلى معاداة أي لغة من هذه اللغات الموجودة في الكون، أو رفض لثقافة أي مجتمع. فهو ليس رفض لثقافة المجتمع الأسترالي،
نحن ليتنا نتحدث بكل لغات المجتمع الأسترالي، فهذا أيضا نحتاج إليه، نحتاج إلى من يعرف الإنجليزية ومن يعرف اللغات الأخرى الموجودة في هذا البلد كالأندونيسية والماليزية وغيرها. فاللغات أدوات للمعرفة والتواصل، وقد يتعلم الإنسان أكثر من لغة من غير أن يتخلى عن هويته. هذا الذي نحن نريده فقط، ما نريد شيء آخر. ثالثا، ربط التدافع بالإصلاح لا بالتعصب. التدافع لا بد أن نربطه بقضية الإصلاح. إذن التدافع المشروع في القرآن الكريم هو الذي يمنع الفساد وهو الذي يحفظ الحقوق. أما التعصب الذي يحتقر لغات الآخرين ويقلل من شأنها أو أعراقهم، فهذا يتنافى تماما مع القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله قال أتقاكم. أتقاكم، ما قال أفصحكم، ما قال أكثركم معرفة بالعربية، ما قال أكثركم معرفة بالإنجليزية، ما قال أكثركم معرفة بالأندونيسية، ولا لا لا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا يجب أن يكون ربط التدافع بالإصلاح لا بالتعصب. هذا الضابط الثالث. الضابط الرابع، اعتماد الوسائل السلمية والتربوية. يا سلام. ويكون التدافع هنا، التدافع اللغوي في المجتمعات الحديثة، عن طريق الأسرة، التعليم، الإعلام، المؤسسات الثقافية، التخطيط اللغوي، لا عن طريق النزاع الاجتماعي أو العزلة والانكفاء على الذات. هذا لا يفيدنا شيء، ولا يفيد الأمة الإسلامية شيء، ولا يفيد الحضارة الإسلامية شيء. تعلموا اللغات الأخرى ثم ترجموا الكتب هذه فأفيدوا المجتمعات الإسلامية. تعلموا الإنجليزية وترجموا المصادر والمراجع الإنجليزية التي كتبت عن اللغات في هذا العصر. تعلموا اللغة الإنجليزية وترجموا لنا هذا التراث العلمي، وقدموا لنا هذه المعلومات لمجتمعاتكم، وقدموها كذلك لأبنائكم حتى تبقى فيما بعد إن شاء الله ضمن التراث الإسلامي الذي خدم في هذا البلد. خامسا، الانتقال من الدفاع إلى الإنتاج. من الدفاع إلى الإنتاج، وهذا الذي نسعى إليه. لا يكفي أن يطالب أبناء الجاليات أو أبناء المسلمين في هذا البلد بحق العربية فقط، بل ينبغي أن ينتجوا شيئا ما من المعرفة، يقدموا محتوى، قدموا لهذه المجتمعات محتوى، قدموا لهم برامج أدبية، برامج مسرحية، برامج تعليمية، لأن قوة اللغة من قوة وظائفها وحضورها في حياة أهلها. اللغة لا تكون قوية إلا إذا كانت لغة وظيفية تؤدى بها وظائفها. أكتفي بهذا القدر، وشاكر لك هذا الصبر أستاذي لا الكريم والله أبدا. بارك الله فيك. نحن نشكرك دكتور أن منحتنا والمشاهدين الكرام زمنك الغالي والثمين لتقدم لنا هذه المحاضرة العلمية في مفهوم التدافع الثقافي واللغوي في المهجر، وربطه بالتأصيل، كيف أصل الإسلام لهذا المفهوم. وهذا التأصيل صالح لكل زمان ومكان، يعني في هذا القرن وإن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما تغيرت والتكنولوجيا وعلم يعني العلم الرقمي وما إلى ذلك، هكذا سيكون التدافع في هذه الحياة. أنا أشكرك باسم كل المشاهدين دكتور أرتع، بارك الله فيك البروف، ونفعنا الله بعلمك. وإن شاء الله للموضوع بقية، خاصة ما يتعلق بالمشكلات والحلول المقترحة حتى يستفيد أولئك العلماء والمستمعين الكرام. باسم كل المشاهدين لا أملك إلا أن أشكرك مجددا، ونستسمحك أن نقول بعض الكلمات في ولا أعني أمة الإسلام كلها، ولكن مما نعيشه كأمة، يعني حتى في مسألة التدافع نحن ندعوها إلى أن تتدافع، لكن وضعنا يعني حتى الخلاف بيننا أصبح فلكن أمة فيها هذا الإرث وهذا الكنز الحضاري والقيمي والعقدي لن تموت إن شاء الله.
إن لكن شاء من الله. باب التذكير أقول: أمتي قد سقاك الدهر، أمتي قد سقاك الدهر افتراقا واختلافا، وتخمت من آفة البين لسانا وشغافا، فإلام الخلف فينا يعصف الزرع اعتصافا، ولماذا نبتغي الفرقة لا نرضى ائتلافا، ألهذا الدرك بتنا عن قضايانا انصرافا، ما رأينا نجمة إلا تراميناها سهاما وانعطافا واختطافا. هذا جزء من التحدي، يعني فمفهوم التدافع ذاته هو جزء من قضايانا التي أصبحنا عنها انصرافا. أنا أحببت أن، لأنك يا تحب سلام، الشعر جزاك دكتور. الله خير، بارك الله فيك أخي الكريم أستاذ أحمد. حقيقة أنت لك باع في الأدب والشعر، قديم وحديث. بارك فلك خالص الشكر، وانا اتمنى بالله عز وجل ان تكون معنا في الجلسه الختاميه، اذا كانت غدا، لا ادري، الجلسه الختاميه الاخيره، مم. يوم السبت عفوا، السبت القادم سيكون عندنا جلسه ان شاء الله مع الاخوه. وانت الذي تفتتح بهذه القصائد وتقتدم، لان الجزء الاساسي المفقود في مساله التدافع الوعي الثقافي نفسه. لابد بارك ان الله، يسمع مثل هذه القصيده، ليس ادريس فقط، انا اريد ان يسمع المجتمع كله. بارك الله فيك يا سيدي. انا اسمع بالعكس، يعني انا الان ترفع من معنوياتي وتزيدني حبا للعربيه و... أنت و... و... نعم. ليتها تكون هذه القصيده بحوزتي حتى اقراها مره واثنين إن وثلاثه. شاء الله نملكك إياها، اسمها إلى العلا. يا الله الله إلى الله العلا أكبر. يعني. الى العلا ان شاء الله إن تعلو. شاء الله أن نملكك إياها دكتور، وأنت رجل نحبك حبيبي حبيبي. نحبك في الله لا ورسوله، شك، الحمد لله. ونحترم الحمد لله. فضلك، وبارك الله فيك، وأدام الله بارك الله. بيننا هذه الرابطة الإسلامية الحمد لله. والقوية والعلمية والفكرية الحمد والوطنية. لله. بارك الله فيك. أيها تسلم الأخوة حبيبي. المشاهدون، باسمكم جميعا أتقدم بوافر الشكر الجزيل للبروف أرتعة. أنا أختصر الحديث، لكنه هو البروف إدريس محمد عثمان أرتعة، وكنت مع قناة سلام في حلقتها رقم 245 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية. ويقول المولى سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. وقال الشاعر العربي السوداني الطيب السراج، إمام العربية في القرن العشرين: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، سنكمل ما تبقى من حديث مع البروف أرتعة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم دكتور. عليكم السلام، جزاك الله خير، بورك حبيبي. جزاك الله جزاك الله خير.